ابن أختي كبر ووجعني قوي، ووجعه كان مختلف قوي. أنا اسمي أميرة، دكتورة ناجحة، حياتي كلها كانت شغل ومسؤولية، ودايما بسمع الجملة المعتادة: ست قوية الرجالة بتخاف منها. الحقيقة أنا ما كنتش قوية، أنا كنت فاضية. أقرب حد ليا كانت أختي الكبيرة، ست مطلقة شايلة ابنها لوحدها، وكنت بحب بيتها لأنه ما فيهوش راجل، فكنت على طبيعتي، أتكلم براحتي، أضحك، أشتكي، أحكي عن مخاوفي وعن شكل الراجل اللي نفسي فيه. وابنها وليد كنت شايلته وهو رضيع، كبر قدامي وعمري ما شفت فيه غير طفل، لحد ما الدنيا لعبت بيا لعبة قذرة. دخل حياتي راجل فجأة، حضوره قوي، كلامه واثق، نظرته كسرت فيا حاجة كنت فاكرة إنها ماتت. قرب، اختفى، رجع، وأنا كنت غرقانة. قال عنده أزمة، محتاج فلوس. من غير ما تفكير ساعدته، ومن غير ما أعرف عنه أي حاجة اتجوزنا. كتبنا الكتاب في بيت أختي، عشنا أيام قليلة كنت فيها امرأة مش دكتورة. وفي يوم جالي تليفون: خالته الحقينة، ماما بتموت. جريت، رجعت بعدها بساعات، ما لقيتش شقة، ما لقيتش راجل، ما لقيتش حتى وهم. كل حاجة اتسرقت، والتليفون مغلق. سكتنا، خوفنا من الفضيحة خلانا نبلع الصدمة. بعدها بأيام أختي اكتشفت حاجة كسرت ظهرها: إيداعات بالملايين باسم ابنها. الحقيقة طلعت أبشع مما أقدر أستوعب. الراجل كان ممثل، الشيخ كان نصاب، واللي خطط لكل ده كان وليد، ابن أختي. هو اللي جمع عني المعلومات، هو اللي اختار التوقيت، وهو اللي أصر إن اللي حصل ما يكونش مجرد نصب، لكن إهانة كاملة. كنت فاكرة إن أقصى وجع في حياتي كان خيانة راجل، طلع أقصى وجع إنك تكتشفي إن الطفل اللي حضنتيه سنين كبر وعرف بالظبط يضربك فين.